نخش بقى كده في موضوع احمد فتوح. احمد فتوح رسميا اول صفقات النادي الاهلي في يناير القادم. نقول تاني، احمد فتوح اول صفقات النادي الاهلي في يناير القادم. طبعا موضوع احمد ابو الفتوح ده واضح من زمان قوي، مش بس من اليومين اللي فاتوا. مش موضوع اللي احمد فتوح ما لعبش ماتش زد وغادر المعسكر بدون استئذان والكلام ده، لا. احمد فتوح واحنا عارفين من بدايه او من نهايه الموسم اللي فات ان احمد فتوح بنسبة 90% هيروح النادي الأهلي الموسم القادم أو في يناير القادم، وده بالفعل حصل. أحمد فتوح النهاردة كان مطلوب للتحقيق مع نادي الزمالك. طبعا النهاردة اللاعب المفروض كان يروح، واللاعب ما راحش، واللاعب قال لك اللي أنا علاقتي انتهت بنادي الزمالك. طبعا امبارح نادي الزمالك أعلن رحيل أوسوريو عن نادي الزمالك، وكمان أعلن 3 لاعبين، وهو محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد أبو الفتوح للبيع، وهم محطوطين في قائمة الانتظار. وخدوا بقى المفاجأة، أحمد فتوح وقع من يناير اللي فات، يعني مش لسه هيوقع، لا، وقع في يناير اللي فات لمدة 4 مواسم